ان شاء الله جبت لكم فطائر محشيين بحشوه بزاف لذيذه وعجينه قطنيه. خليكم لكم مع الرسام. نبداو مع طريقه تحضير العجين. في ريسيبيون نديرو كاس حليب دافي، 2 ملاعق صغار تاع خميره الخبز، ملعقه كبيره تاع سكر، ملعقه صغيره تاع ملح، و5 ملاعق تاع اكل زيت. نخلطهم جيدا بالفوين، بعد نبداو نضيفوا الفرينه بالتدريج حتى نحصلوا على عجينه طريه. نفيلميوها ونخليوها ترتاح. بالنسبه للحشوه في مقله نديرو شويه زيت، حبه بصل، 2 سنات تاع الثوم، 2 غرام فلفل حلو، عندي حبه تاع طماطم، وعندي شويه تاع لا فيونداشي تقدروا ديروا دجاج، عندي شويه تاع المعدنوس التوابل اللي كنتو تشوفوا فيهم امامكم، ودرت لها شويه تاع الماء وخليتها تقلات جيدا. ضفت لها في الاخر فرماج باتنا تشيز. من بعد كما شفتوا فتحت العجين، انا قسمته الى 4 اقسام. فتحت العجين الاول، درت الحشوه، درت فرماج رابي وقفلتها بالماء على الجوانب بهذه الطريقه. نحطهم في بلاطو يكون مغبر بالفارينه، نمسح لهم الوجه بالصفار البيض مع شويه تاع لاكريم فريش، نفوتهم الفرن على 180 درجه، نحمروهم من تحت ونزيدوا من الفوق. وهذه هي النتيجه. راح نقسم لكم باش تشوفوا النتيجه رائعه والذوق خيالي. نتمنى ان تنال اعجابكم وتجربوها. شهيتكم بالصحه، نتلاقاو في عدد اخر. سلام.